اخيرا كابتن حسن شحاته اعترف ان الزمالك بيتظلم. ده كان مدير فني تاريخي لمنتخب مصر بيعترف ان الزمالك كان على مدار تاريخه بيتظلم وبيتعرض لبشاعه من التحكيم. طبعا بعض الاجيال اللي هي عيال صغيره اللي ما حضرتش كابتن حسن شحاته هتقعد تشكك في كلامه. في عاده مره اتنين وتلاته وفي اختيارات حكام، الاقي الحكم ده هو اللي بيلف هنا، هو اللي بيلف، هو اللي بيلف هنا. ما ده تاريخ يا كابتن موجود يا كابتن حسن. تاريخ ده موجود. الجون بتاعك ده كارثي كارثي كارثي. ليه كابتن حسن، ليه دايما في احساس لدى منظومه نادي الزمالك، احساس مش عايز اقول المؤامره، لا، من الظلم اللي شافه نادي الزمالك. يعني تاريخ. الظلم اللي شافه نادي الزمالك في تاريخ نادي الزمالك وفي تاريخ الدوريات كده، اللي شافه نادي الزمالك ده ظلم. وظلم جاي من مين؟ مش هقول لك من انديه، لا، من حكام. حكام ارجو ان هم يعني في ظلم مقصود وظلم يعني ظلم مش مقصود مبين يعني. ظلم مبين لنادي الزمالك. طب ايه الظلم ده بالنسبه لك؟ ما الظلم ده اللي هو انت في حاجات كتيره انت ما بتحسبهاش. عشان كابتن اكرامي اعترف. قول لي كده، يعني قول لي حالات. ما اقولكش ثواني يا هقول كابتن لك أحمد. حالاتي اذا كنت انا الراجل، انا قاعد قدامك اهو وعندي أنا حالة. عندي حالتين. عندي حالتين. ايه حالتين؟ واحده من راس الحاله اكرامي، الجون بتاعك، واحده من راس ضيع اكرامي. الدوري. ضيع ده ضيع الدوري. بس بيقول لك كان لسه في ماتش تاني وكان ممكن. لا، ما كانش في ماتشات تاني. هو في دايما احنا الاول كان اخر ماتشات في الدوري بيبقى دايما الناديين الكبار، الزمالك والاهلي. طيب الحاله الثانيه بتاعت احمد بلال. ما كنت راس اكرامي مش كده يا كابتن؟ واكرامي جاب رجلك. احمد بلال. يا كابتن معلش جاب حكم احمد بلال. حكم اسمه احمد بلال. حكم احمد بلال. حكم احمد بلال ده برضه نفس الكلام، لغلنا جون وهو جون 100 يعني. بس دي ما شفناهاش الحالات. ما كنتش انت لسه ما اتولدتش. يا كابتن ده موضوع عادل عبد العظيم، نادي الزمالك باعت يقول اتحاد الكوره يعني انا حاسس ان المظلوميه داخل نادي الزمالك يا كابتن حسن فيها ترصيص. طب ما الاسماعيلي بيحس بالمظلوميه، يعني انت ليه موجه للزمالك بس؟ انا بقول لي الزمالك، والمصري بيحس بالمظلوميه والاسماعيلي بيحس بالمظلوميه. بطولات نادي حصل على بطولات كتيره، يعني في وقت كان نادي الزمالك حاصل على 4 بطولات افريقيا وكان منفرد تماما. طب ما هو برضه ممكن يكون في اشياء غلط حصلت في نادي الزمالك، يعني من 2002 ل 2024 لم يحصل نادي الزمالك على اي بطوله افريقيه. هل ده كله ال 22 سنه بسبب المظلوميه؟ اكيد لا، ممكن تكون جزء شيء وارد، لكن مش كل. شيء ولا ايه راي مش كل، حضرتك؟ لا طبعا ما اقدرش اقول لك كل. انا ما اقدرش اقول لك كل، لا. يعني في اخطاء. هقول لك في اخطاء. كابتن وكمان انا مش هقدر اتكلم. بس اللي عايز اقوله لك، ما تتكلمش تاني عن حاجه اسمها نظريه مؤامره. انت كل حاجه عايزها بتاخدها، في حين ان كل المنافسين ليك ما بياخدوش اي حاجه حرفيا. لا كمان هديك سمعت في الفيديو هو بيعدد لك مواقف حصلت معاه هو وهو لاعب كمان، يعني مش وهو يعني بعد ما اعتزل ولا بعد ما كان بيدرب ولا الكلام ده، لا، ده هيقول لك مواقف حصلت معاه وهو لعيب، او قال لك مواقف حصلت معاه هو شخصيا. طبيعي انك تشوفنا عايشين نظريه المؤامره او عايشين الوهم، بس الحقيقه ان انت فعلا بتتجامل وبتاخد كل حاجه وغيرك بييجوا عليه وبيظلموه. بس مش دي بقى المصيبه الكبيره. المصيبه الاكبر انك بتفرح بحاجه واخدها وانت عارف انك متجامل وانها مش حقك. ربنا يهدينا ويهديكم.